تحياتنا يا شعوب العالم. نحن المجهولون نخاطبكم كما وعدناكم بالهجمة الثانية على الكيان الصهيوني، ويسعدنا أن نعلن أنه لقد حان وقت هذه الهجمة. نحن المجهولون قد وقفنا بجانب شعب فلسطين مرار وتكرارا كما يعلم الكل، وشاهدتم إمكانيات المجهولين في حربنا على إسرائيل اليوم 7 أبريل. ونشير للكيان الصهيوني أننا سنعيد الهجمة، وإن شاء الله سوف تكون هذه الضربة أقوى. هدفنا الأسمى وهو إزالة الكيان الصهيوني من الشبكة العنكبوتية كما وعدناكم سابقا، وسوف نكمل تنفيذ خططنا ليوم 26 إلى يوم 28، وستكون هذه المرحلة الثانية كما خبرناكم، والمرحلة الثالثة سنعلن عنها قريبا. ستكون نهاية الدولة الإسرائيلية المزيفة. مللنا من طغيانكم ومن تدخلكم في أمور الدول العربية. اكتفينا من مشاهدتكم تشعلون الفتنة وتجتاحون الدول العربية بفكركم وبخطتكم الماسونية. هدفكم هو إقامة دولة إسرائيل الكبرى، لكن هذا لن يحدث أبدا، لأننا نحن المجهولون سوف نوقفكم بكل الوسائل المتاحة لنا، وسوف تنتصر إرادة الشعب، لأن سوف تبدأ المرحلة الثانية من خطتنا. سوف نقوم بإسقاط كل المواقع الحكومية، وتشليل البورصة، وكشف معلومات هامة، واستهداف عملاء الموساد. أيها الشعب الفلسطيني، منكم من قال المجهولون نسونا أو خدعونا، ومنكم من قال نحن من إنشاء وكالات استخباراتية، لكن سترون بأعينكم وتتأكدوا أن المجهولون مع الحق والحرية. نحن المجهولون، نحن فيلق، نحن لا نسامح. ترقبونا.